يا صباح الخير. إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيمنع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب على خلفية تعليقاتهم على السوشيال ميديا على بعض القضايا وبعض المواضيع، خصوصا بسمة وهبة لما ردت على مها دياب بعد ما دخلت مها دياب على الخط في موضوع دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، وقالت لها خراسي لما ميايا دياب قالت لهم يا جماعة انتم فاهمين غلط، ودينا ست طيبة وست ما عملتش كده ومش خطفت رجالة، والمطلوب منكم بس تسكروا تمكم. فهي اعتبرت بقى بسمة ان سكروا تمكم دي يعني اقفلوا بقكم، يعني اخرسوا بالمصري، يعني ايه، لفتها كده لفة هدايا، وطلعت عشان تعمل الحركتين اللي بتحب تعملهم. وهي يا عيني يعني بسمة انت ممثلة فاشلة، سواء في البرنامج سواء في السوشيال ميديا. حضرتك ما بتعرفيش تمثلي، عندكيش واحد بجنيه مصداقية، ما بتعرفيش. فيعني بلاش تقل دم، مش ناقص، انت اصلا دم كتير لوحدك، مش ناقصه تقل دم. المهم ان هم تم ايقافهم الحقيقه. المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كمان آه، تقريبا ماشي بنظام اضرب المربوط يخاف السيب، لان الحقيقه بسمه وياسمين الاتنين اتفه من ان هم يكونوا مؤثرين سواء بالسلب او بالايجاب. وبالتالي المجلس الاعلى برضه لتنظيم الاعلام في ناس كتير تستحق انها تتوقف عن العمل وما تظهرش على الشاشات لو احنا واخدين الموضوع بجديه. بس للاسف احنا واخدين الموضوع بشبه جديه، طول الوقت احنا بنحاول ان احنا بس نثبت ان احنا بنشتغل، انما الحقيقة في مهازل بتحصل على الشاشات، مهازل كبيرة وآراء كتيرة تخرج بره حرية التعبير. على فكرة يعني موضوع خارج بره حرية التعبير، لان انت لما بتتكلم في محتوى خطأ علميا ونفسيا ما فيش فيها اسمها حاجة حرية تعبير. ولكن اهو يعني الناس بتحاول تقول ان هي شغالة، والموضوع الحقيقة بقى فيه مسؤولية مجتمعية كبيرة جدا جدا علينا، بصرف النظر بقى عن الناس المسؤولين ان هم بيحسبوها ازاي او بيعملوها ازاي. ولكن المسؤولية دلوقتي لو احنا عايزين ننقذ المجتمع لازم تكون المسؤولية المجتمعية اكبر من ان احنا ننتظر ادوار المسؤولين ان هم يعملوا حاجة، خصوصا في موضوع الاعلام والملف الاعلامي ده، لان احنا النهارده احنا اللي بننجح الناس دي واحنا اللي بنفشلها. يعني احنا الجمهور، انا بتكلم علينا احنا كجمهور يعني. وبالتالي انت النهارده كل فيو بتعمله او كل لايك بتعمله او كل ان هم دلوقتي بيقيسوا ال النجاح او الانتشار بالفيوز وباللايك. وبالتالي لازم نبقى احنا فاهمين ان انت مجرد ما بتشوف اي حد فيهم، حتى لو انت مستثقل دمه او مش مقتنع بيه او شايف ان بتشوفه وخلاص عشان تشوف، ده الحقيقة بيسمى عنده هو ده نجاح. والحقيقة ان احنا المجتمع طول ما احنا بنقيم الناس بسعرها مش بقيمتها، الحقيقة ان المجتمع مش هيتعدل، وللأسف احنا بنعمل ده. وللأسف في أخطاء كتيرة بتحصل في موضوع الإعلام ده. فالإعلاميين اللي ليهم كلمة ومشهورين أو مسموعين، الناس دي أنت لما بتجيب ضيف عليه علامات استفهام، عمل حاجة معينة زي ياسمين لما جابت البنت اللي هي طلعت بفيديوهات دي، فأنت حضرتك لما بتجيب البنت حتى لو أنت عامل فيها إن أنت بتنتقد، الحقيقة إنك مجرد ظهورها معاك او ظهور اي حد، لما عمرو اديب يجيب احمد سعد بعد ما لبس حلقه وعمل فيها سلسله وبتاع بيقول له انا مش معترض ان انت قلت بس الناس معترضه، مجرد ان انت تستضيفه فانت موافق على ما يفعل. والحقيقه ده اللي انا قلته لما خد احمد سعد يغني قدام الرئيس في الحفله الاخيره، لان المسؤول اللي عمل ده هو مسؤول غير مسؤول، لان انت مجرد ان انت جبته
فانت مش بس موافق على اللي بيعمله ده، انت احتمال تكون بتشجعه. وكمان الضيف المحترم اللي يطلع مع اي حد من الناس التافهه، يعني حسام موافي لما طلع مع ياسمين عز، الحقيقه مجرد ظهورك مع حد فانت معناها ان انت موافق على اللي بيعمله. لان انا لما اكون بحترم نفسي، لما الاقي مذيع او مقدم برامج تافه او سطحي او ما لا يقدم شيء، اول ما بظهر معاه ده معناه ان انا موافق على اللي هو بيعمله، فابقى تافه زيه. لما اروح لمقدم برامج سطحي ابقى سطحي زيه، لما اروح لمقدم برامج افاق ابقى افاق زيه. لازم نعرف ده، لازم نعرف انك مجرد ان انت تتفرج على حد يبقى انت بتشجعه. فمجرد بقى مجرد ان انت تروح له او تجيبه، فده معناه ان انت موافق على ما يفعل. وبالتالي احنا لازم ناخد بالنا من دي. الحاجه التانيه، المجتمع نفسه لازم يعامل الناس يا جماعه بالقيمه. انا ما اتكلمتش في موضوع مجلس الشعب واختيارات مجلس الشعب، لان انا شايف ان عموما المشهد السياسي في العالم كله، المشهد السياسي في العالم كله هي تمثيليه. يعني الحقيقه يعني اعتى البلدان اللي فيها ما يسموها بالديمقراطيه والحياه السياسيه الحقيقيه زي انجلترا وامريكا، الحقيقه ان هم عندهم تمثيليه كبيره قوي، بس هي كل القصه ان هم بيمثلوا الموضوع بصدق. يعني هم بيمثلوا ان في ديمقراطيه بصدق وواخدين الموضوع بجديه، ان احنا مش عارفين نمثل ان احنا عندنا ديمقراطيه. لان تقريبا يعني مع كل احترام للساده النيابيين والاعضاء المجالس النيابيه، تلات ارباعهم هم لا عارفين يعني ايه مجلس نيابي، ولا عارفين ايه دورهم السياسي اصلا، ولا عارفين حتى دورهم في الدستور يعني، عشان نبقى فاهمين. وده بيظهر قوي من طريقه كلامهم واسلوبهم، وحتى لما يجي يعبروا او هو فاهم يعني. ربنا يهدي الجميع. ولكن يعني المسرحيه ما بتخش، عشان كده ما حاولتش اتكلم حتى في موضوع المجالس النيابيه والانتخابات ومش انتخابات والقصه. فلما النهارده انا اقيم الناس، عضو مجلس الشعب ما يبقاش محترم غير لما يعمل عمل محترم، مش لمجرد انه بقى عضو مجلس الشعب خلاص ده بقى. يا ما هي سياده النائب راح، وسياده النائب، سياده النائب يحترم في المجتمع لما سياده النائب يقدم شيء للمجتمع، يقدم شيء للدوله، يقدم شيء للناس حقيقي، مش كلمتين. فنان يبقى فنان وانسان مقدر ومحترم لما يقدم شيء محترم للمجتمع، لما ياخد بايد المجتمع ثقافيا وحضاريا ويطلعه لفوق. لكن يقول لي لا ده انا فنان واعمل اللي اعمله، يبقى انت لا عند الحاجه تقعد جنبها. فالحقيقه ان احنا لازم نقيم الناس بقيمتها وقيمه ما تقدمه واخلاقها، مش بلابسه ايه، ومش عندها ايه، ومش راكبه عربيه شكلها ازاي، ومش بتطلع في التلفزيون ولا لا، ولا بتعمل برامج ولا لا، ولا مشهور ولا لا. المفروض المجتمع هو اللي عليه الدور الاساسي. احنا الناس، احنا المجتمع اللي نقيم الناس بقيمة اعمالها. الراجل اللي سواق اللي بيسوق السيارات ويوصلنا من مكان لمكان اهم 100 مرة من لاعب الكورة. عامل النظافة اللي بينظف الشارع وبيشيل ده يقدم قيمة إضافية للمجتمع أهم 100 مرة من أي ممثل. الست أو الراجل اللي بيجي يساعدك ينظف معاك البيت أهم 10,000 مرة من أي مشهور لا يقدم شيء، أو يقدم حاجة هايفة، أو يقدم حاجة تافهة، أو يطلع يتريق على الناس. الحقيقة يا جماعة إن إحنا بنقيم الناس غلط، وده اللي عامل دبكة وربكة في المجتمع. لو احنا قدرنا نقيم الناس فعلا بأعمالها وما تقدمه وما تفكر به وما تحتويه كلامها وأفعالها للمجتمع، هنقدر نوصل بجد إن احنا نقيم الناس صح. وطول ما احنا بنقيم الناس غلط، طول ما هيحصل فيه خلل في المجتمع. أشكركم على حسن المتابعة. أرجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. أنا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.